اخر حاجه ممكن تحصل في قطع الاوتار الدواره وتكون مصحوبه ليها هو ان المريض يكون عنده حاجه اسمها internal impingement. الانترنال امبنجمنت ده حاجه انترستنج جدا، لان نتيجه الحركه المستمره في مفصل الكتف بيبدا يحصل نتوءات عظميه في راس عظمه العضد، فلما المريض يجي يحرك راس عظمه العضد ويرفعها لفوق بالطريقه دي تبدا تخبط في النتوء الاكرومي لمفصل الكتف، وبالتالي يبدا يحصل احتكاك مزمن في منشأ الاوتار الدواره ويؤدي الى حدوث قطع. والاحتكاك في حد ذاته بيؤدي الى ان الزوائد العظميه المتكونه تبدا تكبر نتيجه الاحتكاك، وبالتالي يبدا القطع يوسع بالتدريج. وده من احد اهم الاسباب اللي احنا لازم ناخد بالنا منها اثناء علاج القطع، لان لو المريض عنده انترنال امبنجمنت واحنا ما عالجناهوش هيظل يشتكي وممكن يحصل ريتير للقطع اللي كان موجود، او القطع اللي تم اصلاحه يتقطع مره كمان نتيجه ان احنا ما خدناش بالنا من الانترنال امبنجمنت او الزايده العظميه اللي موجوده في راس عظمه العضد. وعلشان كده ان احنا نعمل للمريض اشعه عاديه علشان نشوف هل في زوائد عظميه في راس عظمه العضد في المنشأ بتاع الاوتار الدواره موجوده ولا لا، دي حاجه مهمه جدا 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 في العلاج.